بعد ما اختفيت فترة حصلت لي حاجة ما كنتش متوقعة. أنا عارفة إنكم استنتوني وصدقوني، أنا كمان كنت مستنية اللحظة دي. الفترة اللي فاتت كانت في حاجات غريبة بتحصل، بس رجعت ومعايا قصة هتخليكم تفكروا مليون مرة قبل ما تقفلوا نور الأوضة. الليلة دي مش هتكلم عن جن في المقابر ولا عن بيت مهجور. الليلة هتكلم عن بيت ناس عاديين جدا، بس غلطوا غلطة عمرك ما تتمناها. قدموا الذبيحة لحد غير ربنا. الحاج حسن كان راجل كبير في السن، معروف في البلد بالتقوى وبأنه أول واحد دايما بيذبح في العيد. بس السنة دي حصلت حاجة غريبة. الخروف اللي جايبه ما كانش طبيعي، عينيه بتلمع في الضلمة وما بيعملش أي صوت، وكل ما حد يقرب منه بيدوخ أو بيدوخه فجأة. مراته الحاجة آمنة حلفت إنها شافت الخروف واقف قدام باب الأوضة الساعة 3 الفجر، بس إزاي وهو مربوط؟ ولما نزلت تدور عليه لقت الحبل مربوط زي ما هو. قالت يمكن كنت بحلم، بس الموضوع موقفش هنا. قبل يوم العيد بيومين حفيد الحاج حسن، طفل صغير عنده 6 سنين، بدأ يتكلم لوحده ويبص ورا الستارة وبيضحك. سألوه بتكلم مين؟ قال لهم الراجل اللي قال لي الخروف مش ليكم، ده ليا. في ليلة الوقفة الحاج حسن حلم بكابوس. شاف راجل غريب، الملامح عينيه سوداء بالكامل، بيقول له انت وعدتنا الخروف بتاعنا، لو ذبحته لغيرنا هنذبح اللي بتحبهم. صحي مفزوع، قلبه كان هيقف من الرعب. قال يمكن وساوس، ربنا كبير. وقام الصبح ذبح الخروف بعد صلاة العيد. بس من أول نقطة دم نزلت البيت انشقلب. مراته وقعت على الأرض بتتشنج، والطفل الصغير صرخ صرخة ما كانش صرخة بشر، والكهرباء قطعت عن البيت كله. وفي الضلمة ظهر نفس الراجل اللي كان في الحلم وقال انت حلفت، واللي يتحدى وعدنا بنذبح اغلى منه. من يومها الحاج حسن عقله طار منه، قاعد في أوضة لوحده مش بيخرج منها، بيكلم نفسه وبيقول أنا آسف، الذبيحة كانت ليكم، سامحوني. من ساعتها أهل البلد كلهم بقوا لما يجيبوا الخروف يرشوا عليه مية مقروء عليها قرآن، ويستنوا يشوفوا الذبيحة لربنا ولا لحد تاني. في نهاية القصة ما تنسوش تعملوا اشتركوا في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه، واستنوني. والسلام عليكم ورحمة الله.